مدينتي، كانت عودتنا المدرسية فرصة لنتبادل الأحاديث حول الزيارات والأعمال التي قمنا بها في أثناء الإجازة الصيفية. حدثنا مروان عن قرية جده في الجبل الأخضر، وحدثتنا نورة عن صلالة ومهرجانها البديع، وحدثتنا أسماء عن رحلتها مع والديها بالطائرة، وعن شوقها لعمان وأهلها في أثناء تلك الرحلة. أما أنا فقد أخبرتهم عن صورة وبحرها وقراها ومحمياتها وأجواء الصيف العائلية في بيوتها القديمة. في مدينة صور ولدت وفيها نشأت، وعلى شواطئها الجميلة خطوت أولى خطواتي، وفي شوارعها وساحاتها كانت ذكرياتي الأولى. لذلك فإن لهذه المدينة مكانة خاصة في قلبي، وإني لا أذكرها مرة إلا وقد انتابني شعور غريب بالعودة للعيش هناك، حيث فتحت عيني للمرة الأولى. صور مدينة عريقة تعود إلى زمن بعيد، ميناؤها شهد في أزمان كثيرة سفنا قادمة من أنحاء العالم، وأخرى ذاهبة إلى أرجاء الدنيا قاتبة. منه انطلقت السفن إلى زنجبار لينشر العمانيون الإسلام هناك، ويعيشون سنوات طويلة بين أهلها. في صورة قرى للصيادين، وسفن متقنة الصنع، ومشغولات يدوية تخبر عن مهارة صانعيها، ومناظر خلابة تسر الناظرين. إنني أدعوكم يا أصدقائي لزيارتها، فهي جزء بديع من وطننا الحبيب عمان. هتف أصدقائي بصوت واحد: نريد أن نرافقك إلى صور في رحلتك المقبلة.